الشوط الاول، انتم تحدثتم يمكن اجمعتم على افضليه نسبيه كانت للعين في الشوط الاول من هذه المباراه، لكن هدف مبكر غير من رتم المباراه، شفنا الشوط الاول الى حد ما سريع كان. نعم، هو افضل سيناريو حق الفريق الهلالي، اللي اعتقد انه سجل في الدقائق الاولى من بدايه المباراه، اول 10 دقائق. اعتقد ان المفروض يكون الهلال هو انا اتصور ان الهلال هو اللي سرع المباراه. الفريق العين دائما حتى ما قبل المباراه الاسيويه هذه في الدوري دائما يحاول انه يضغط البرس العالي اللي يجيده لاعبين نادي العين بفضل الطريقه الكبيره الممتازه اللي يلعب فيها السيد كوزمان. توظيف عالي من قبل المدرب كوزمان اللاعبين، اعتقد انه دائما يكون يجيد طريقه الضغط العالي ويجيد انه التسجيل المبكر في المباريات. اليوم شاهدنا العين خاصه في بدايه المباراه قدر انه يوصل للمرمى الهلالي، اضاع فرصتين بروسكي. اعتقد انه لو كانت تسجل في بدايه المباراه اعتقد ان ما كانت بتنتهي بهدف. نواف، تحدثت انت عن بيو، عن القوه البدنيه الكبيره، عن السرعه اللي يمتلكها اللاعب اللي يمكن تخلي اكثر المهاجمين جاهزيه لهذا النوع تحديدا من المباريات، لكن الهلال معظم مباريات الموسم لعبها بمهاجمين. اليوم تقريبا ما شفنا بيو رغم المجهود البدني، ما شفنا فرص محققه ولا شفنا الشلهوب. هو الدور التكتيكي اليوم كان واضح، شاهدنا في كثير من الحالات يساند البيشي في الطرف الايمن. بيو هو الاقدر ان عندما يلعب الفريق كمهاجم واحد، لاعب جدا مميز في كلياقه بدنيه كقوه هجوميه، لكن المباراه تلعب على وجهين، هذا ما الان مفقود في خاصه عند لاعبي خط الوسط فريق الهلالي. جانبك الدفاعي تؤديه بانضباط، لكن المباراه لها جانب هجومي، تعرف متى تلعب وتصعد لملعب الخصم بشكل جيد. اكثر لاعب حتى الان يجيدها هو ياسر الشهراني، يتميز بالقوه البدنيه، يتميز دائما بالجرأه في الصعود الى اعلى، الجرأه بدون كره تحت، التحرك بدون كره. ما اقصد انا الحديث انه لاعب بامكانه ان يخترق دفاعات، هذا اسلوب لا يجدي، خاصه انه فريق العين يملك عمق جيد، يملك اطراف جدا جيده، يملك حل جيان في الشوط الثاني. محمد اذا لعب الفريق الهلالي مثل كشف التسلل في الشوط الاول قادر على نضرب الدفاع الهلالي. انا اعتقد الحل ياتي من لاعبين خط الوسط بانهم يلعبون بظروف مختلفه. دور زلاتكو في توجيه اللاعبين بين الشوطين في كيفيه عدم خساره الكره في وسط الملعب مهم جدا بالنسبه لفريق الهلال. كابتن عبد المجيد طلال السبيعي يقول الشلهوب غائب، يرجع الشلهوب يعود الهلال. عبد العزيز يقول الجهه اليمنى في الهلال ثغره كبيره. يحيى يقول الضغط كان من الجهه اليسرى للعين الاماراتي. وايضا حمد يقول من الخطا من اوزيه لانه سمح لعموري باخذ راحته، ونتحدث ان عموري كان متروك يعني في كثير من مش ممكن في مرحله مثل مرحله كاس الابطال الاسيويه لاعب مثل اللي عنده المهارات واللي اخسر لاعب اصبح عنده شعبيه كبيره ومشهور ومهاراته عاليه وعاليه جدا، يصبح يلعب حر من الرقابه. واحنا شاهدنا امثله امامنا قبل اسبوع الميلان، امس ريال مدريد وبرشلونه، وما معنى الرقابه اللصيقه بعض الاحيان باثنين بالثلاثه. يعني التوجيهات والانسان يتثقف ويتعلم لما يشاهد اشياء مثل هذه. وفيما يخص الهلال ياسر